بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بالجميع. فيديو نهار اليوم في هذا الحر الشديد هو يبرد على القلب، هو آيس كريم الكليبوني، نوع من أنواع الآيس كريم مشهور جدا في الجزائر. مكوناته سهلة وبسيطة. نبداو أولا، عندنا كاس تاع ليمون أو قارص، عندنا 5 كؤوس من الماء، عندنا عطر الليمون وهذا اختياري، عندنا سكر ستيفيا أو الإريثريثول، فنجان من حليب اللوز أو حليب جوز الهند. والمكون السري الصحي والمفيد اللي هو الصمغ العربي. أكيد هذا راح يكون آيس كريم بطعم الصحة، ربما يكون حتى دواء لفوائده الكبيرة. نروح لطريقة، أولا طريقة التحضير طريقة سهلة. نضيف كل المكونات مع بعضهم ونخلط هذا الخليط مليح، ونديرو في الثلاجة أو في المجمد لمدة ساعتين. يعني ضفت ملعقة كبيرة من الصمغ العربي، نغطي هذا الخليط ونحطه في الثلاجة لمدة ساعتين. وأول ساعتين نضربوه بالخلاط هنايا باه ندخل الهواء، تكون باللورات الماء أكثر كثافة. نعاود نرجعو للمجمد ساعتين أخرى ونرجو احترام هذه الخطوات. بعد ساعتين نعاودو أننا نضربوه بالضراب اليدوي. لاحظوا القوام تاعو أجمد من المرة الأولى. هذه المرة الثانية أكيد جينا نضربوه بالخلاط اليدوي لثاني مرة، وبعدها نعاودو نرجعو للمجمد للمرة الأخيرة. لاحظوا هنايا القوام في المرة الثانية أو المرة الثالثة فيه يكون أجمد من المرتين الأولين. أكيد هنا نقوم بالضرب جيدا بالمضرب اليدوي، وأكيد هنايا راح نقدموه في كؤوس بالطريقة اللي تناسب كل واحد، إما بالملعقة إما بالكيس الحلواني. ومن الأخير إن شاء الله يكون هذه الوصفة الباردة نالت إعجابكم. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.